انتهت مباريات دور الستة عشر من كأس العالم، والذي أفرز لنا تأهل 8 منتخبات إلى ربع النهائي. واستطاع منتخب المغرب ممثل العرب التأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. وأصبح بذلك منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور ربع النهائي، ورابع منتخب إفريقي يصل لهذا الدور بعد كل من الكاميرون سنة 1990 والسنغال سنة 2002 وغانا سنة 2010. ورافق منتخب المغرب إلى هذا الدور كل من منتخب هولندا بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ب3 أهداف مقابل 1، ومنتخب الأرجنتين بعد الفوز على أستراليا ب2 مقابل 1، ومنتخب فرنسا بعد الفوز على بولندا ب3 أهداف مقابل 1، ومنتخب إنجلترا بعد الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة، ومنتخب كرواتيا بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح 3 مقابل 1 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، إضافة إلى كل من منتخب البرتغال بعد اكتساحه لسويسرا بسداسية مقابل 1، ومنتخب البرازيل بعد فوزه على كوريا الجنوبية ب4 أهداف مقابل 1. وإليكم مباريات ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022. لكن قبل ذلك ندعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إذا أعجبك المحتوى الذي نقدمه على القناة. تنطلق مباريات ربع نهائي كأس العالم يوم الجمعة 9 دجنبر 2022 بمباراة تجمع بين منتخب كرواتيا ومنتخب البرازيل، وتلعب على أرضية ملعب المدينة التعليمية والذي يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج. وتنطلق المباراة على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. وفي نفس اليوم تلعب المباراة الثانية وتجمع بين منتخب هولندا ومنتخب الأرجنتين، وتلعب على أرضية ملعب لوسيل الذي يتسع لأزيد من 88 ألف متفرج. وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. أما يوم السبت 10 دجنبر 2022 فسيشهد إقامة مباراتين، بداية بالمباراة الأولى التي تجمع بين حامل لواء العرب وقارة أفريقيا منتخب المغرب ضد البرتغال، وتجرى على أرضية ملعب الثمامة الذي يتسع لأزيد من 40 ألف متفرج. وتنطلق على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. أما المباراة الأخيرة في هذا الدور فتقام في نفس اليوم وتجمع بين منتخب إنجلترا وفرنسا، وتلعب على أرضية ملعب البيت الذي يتسع لأزيد من 60 ألف متفرج. وتنطلق على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. بالتوفيق لأسود الأطلس في مباراتهم ضد البرتغال، ولا تنسى إخبارنا بتوقعك لنتيجة المباراة.